في شيوخ بتحلل الخمرة زي سعد الدين الهلالي مع عمرو أديب في التلفزيون، قال له ازازة البيرة بعد الأكل تمام مفيش مشاكل، وده رئيس الفقه المقارن في الأزهر، ها عشان بس ما بكلمكش على حد ما بيفهمش. وطبعا بتوع تكوين دول ما بيفهموش بس برضه محللينها. وفي نفس الوقت واحد من الأئمة الأربعة ده اللي هو أبو حنيفة النعمان قال لك لا أنا عندي حدين للخمرة، حد الشرب وحد السكر. فالشرب تمام وحاجات معينة، والسكر لا حرام. طبعا ده كله هجص وزبالة، يعني مش عارف أقول لكم إيه. الكلام ده غلط. طب هم مستندين على ايه على الكلام ده؟ هم مستندين ان ربنا قال ان الخمره رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وما قالش حرام، ده قال اجتنبوه. طب تمام حلو قوي. طب ما تبص في القران، ربنا قال لك تجتنب ايه تاني؟ قال لك تجتنب قول الزور، وقال لك تجتنب ايه؟ الرجس من الاوثان. طب حضرتك كده لو انت شايف ان الاجتناب مش حرمانيه، يبقى عاوزك تقول زور وتجيب وثن تقعد تعبده، تنزل وتطلع. طيب في ناس بقى اللي هي لبست كتير قوي بسبب سعد الدين الهلالي ده اللي هو في التلفزيون، وابتدوا يشربوا خمر عادي جدا مفيش مشاكل. الناس دي بتقول لك لا كده الشيخ هو اللي يلبس مش انا ماليش دعوه. طب انا اقول لك برضو ان انت لبست لتاني مره ليه؟ لان في سوره بسم الله الرحمن الرحيم في سوره العنكبوت في اول صفحه، ربنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان ايه؟ وما هم بحاملين من خطاياكم من شيء انهم لكاذبون. يعني هم بيضحكوا عليك اصلا، هم بيقول لك انا هشيل ذنبك. الكلام ده فتي. ده يعني حضرتك عشان تبقى عارف بس، بطل خمره عشان الخمره حرام في الاسلام. الخمره حرام، مش يمكن ومش يمكن. اوكي ليه؟ لان اهل ايجيبت معظمهم عايشين بالمبدا ده، مش اهل مصر. اهل ايجيبت كلهم بيشربوا يا باشا. بيشربوا ليه؟ عشان سعد الدين الهلالي بيقول لهم لا عادي دي مش حرام، بس ما تسكرش، ها لو سكرت هتبقى حرام. ها طب حضرتك سعد الدين الهلالي ده ما بيفهمش حاجه خالص. اوكي، ويا ريت الازهر لو شايف ان انا غلط وسعد الدين الهلالي صح يجي يطلع يرد عليا.